ايه يا شباب، عاملين ايه؟ السلام عليكم. صلي على النبي وزيد النبي صلي. النهارده هقول لكم حكايه كده حلوه يعني. اتحاد الكوره بيعمل مؤامره، خلي بالكم. الثلاث ماتشات اللي باقيين او اربع ماتشات، الله اعلم هم كام، بس انا عارف ان هم تقريبا ثلاث اربع ماتشات بالكتير قوي. الزمالك هيلعب مع سموحه، كويس. فبقى هيجيبوا لهم حكم ملاكي، حكم سيراميكا والاهلي. ده زملكاوي صرف، واخد بالك. في حكام مصريين كويسين، بس اتحاد الكورة وابو ريدة الله يبارك له هيظبطوا الدنيا يعني، خلي بالكم. لان الثلاث ماتش هيتلعبوا يوم الثلاث مع بعض، اهلي وانبي، الزمالك وسموحة وبيراميدز وسيراميكا. عايزين نخلي بالنا من الموضوع ده. بس هي الدوري هيبقى حكام، اللي احنا بنقوله كده صدقوني، الدوري هيبقى حكام. ده البت يا عيني صعبت عليا والله. اسمها مها صابر، اسمها ايه؟ مش عارف، ما نرمين صبري ولا مها صبري. البت المذيعة بتاع الزمالك كانت بتعيط، يعني صعبت عليا والله. ده كان في قناة الزمالك والعياذ بالله، كان في زي ما تقول عزا او حالة حزن، واخد بالك. ثلاثة يعني، ثلاثة والله، ثلاثة قليلين، والله ثلاثة قليلين. المفروض كان الاهلي خد خمسة، كسب ستة ولا سبعة ولا خمسة. لا والله ثلاثة قليلين. ده الواد تريزيجيه لوحده مضيع ثلاث اجوان، ده انا اتشائمت منه. وشفت اللقطة بتاع الواد امام عاشور دي لما صورهم، صور الجمهور بيقول لهم انا مش عايزكم. والواد وهو راكب العربية مع ابوه بيقول له يا ابني ما تتكلمش في فلوس ولا في غيره، احنا كده فل قوي. وبعدين بيقول للوكيل بتاعه كان راكب معاهم برضه، قال له خليك مع النادي ولا تطلب زيادة ولا غيره، عشان انت في ماتش بيراميدز الناس جم قعدوا وخدوا بعضهم ومشوا لما لقوا مستواك زي الزفت. لكن في الماتش ده كان مستواك حلو، خليك على المنهج ده واحنا نشوف لك عرض حلو. والواد ديفيد شارلي سامحون بيكهام يعني، انا مسميه كده يعني عشان خاطر ايه. الواد ده كان مركون، طب انت جبته من سيراميكا تركنه ليه؟ الواد طالب دلوقتي بيقول لك انا مش عايز، انا عايز اجدد عايز اقعد مع الاهلي. اتصرفوا مع سيراميكا، طب انت طلباتك ايه؟ قال لهم انا همضي على بياض، مش عايز حاجه. وحسين الشحات اللي انت راكنه ده، شوف نزل عمل ايه. ده انت ما كنتش بتلعبه خمس ست دقايق على. يا عم مشي المدرب يا عم، الله يبارك لك. المدرب ده مش هينفع خالص. الماتش، يعني الماتش امبارح كان اللعيبه هم اللي مدايرينه، مش المدرب ولا الواد بن قلبي. شوف كان مبدع ازاي، وامام بدع. عايزين يا جدعان نبص على اللعب اللي بيتلعب. الواد ياسير مرعي وهو مروح ابوه قال له انا هتبع عجل عشان خاطر الاهلي كسب، انا هتبع عجل وعايزك تبقى مية مية. ادي ابوه. فاللعيبه
عايزه دعم، وعايزه مدرب، وعايزه الكابتن سيد عبد الحفيظ. يا جدعان رجعوا كابتن سيد عبد الحفيظ يبقى مدير الكوره زي ما كان، عشان ده راجل عنده شخصيه قويه ومدرب مصري. انا بنادي بمدرب مصري، غير كده لا. اسمعوا مني، اللي هتسمعوه مني مش هتلاقوا عند اي حد. انا بقول لكم كده. ده الجمهور امبارح كان، ما تسمعونا حسكم ايه اللي حصل عنكم. يعني يا عيني. طب انت اتفرجت على قناة الزمالك؟ اتفرجت على الاستوديو بتاع سيف زاهر؟ يا خرابي، كان كان متعة. يعني يعني حزن مالي مالي قناة الزمالك. أب- انت اوعى تيجي جنب الاهلي، حتى لو انت في اعلى مستوى. ابعد عن الاهلي في الوقت ده. انت لما بتتغلب بتهبط، لكن الاهلي لما بيتغلب بيطلع، لان ده بطولات يا جدعان. و... وحاجه محترمه. يعني بطولات، شوف عدد البطولات قد ايه. شوف عدد البطولات قد ايه بتاعت الاهلي. فعايزين يا جماعه، عايزين يا جماعه احنا نقف ورا فرقتنا. بعد اللي حصل ده نقف وراه. مش لا، نقف وراه. يعني يعني الفرحة عندنا والله من امبارح ملهاش زي. يعني كل الجمهور فرحان ومبسوط وسعيد، واخد بالك؟ بس الحكام هي اللي هتحسم الدوري، خلي بالكم. وانا امبارح قلتها، قلت لكم يعني بالكربون يا حبيبي، بالكربون. يعني الكورة اللي حسبها الراجل الألماني ضربة جزاء، زي الكورة اللي حسبها ابو الوفا. الحقوا يا جماعة اللي ما حسبهاش، وهي ضربة جزاء اختها بالظبط. ايه اللي ابو الوفا ده المفروض يتشطب يا جدعان. ده حكم زملكاوي المفروض ما يحكمش الاهلي اي ماتش خلق وربنا على وجه الارض. ما فيش ماتش تلعب للاهلي والحكم ده يحكمه، لانه حكم ظالم. وربنا يسامحه بقى، ما نقدرش نقول اكتر من كده. لو رابطه مية مية تشطبه خالص، والماتش يتعاد بسبب ضربة الجزاء اللي الحكم الألماني حسبها دي. يعني أختها بالظبط، أخته بتاع سيراميكا بالظبط، ما اتحسبتش. لكن الراجل اللي جاي من كوالالمبور حسبها. لكن احنا لا، ونحسبها ليه؟ ما هو لو الأهلي كسب الماتش ده، ها، واللي بعده هيعلى على الزمالك، لا يبقى كده الزمالك مش هياخد الدوري، يبقى ما ينفعش. يا جدعان دي كورة. ده كو ده ده كورة مش عن ايه ده. فاحنا عايزين يا جماعة ننتبه للحكام، والحكم اللي يغلط يتحط عليه. يعني بص السوشيال ميديا كلها تحط عليه، يقوم يحرم يعمل كده تاني ويتعاقب. ايه يعني اما تديله عقاب؟ ايه يعني اما توقفه؟ ايه يعني اما تشطبه؟ في غيره كتير. ده في حكام في الدرجة التانية خلي بالك، اقسم بالله احسن من حكام الدرجة الاولى. مش الحكم ده اللي اتضرب في مطوشة في الدرجة التانية، لما ضربتين جزاء ما يحسبهمش ضربوه؟ ابو الوفا. صح ولا انا غلطان؟ دي معلومة ما حدش يعرفها. اللعيبة ضربت في بعض، واللعيبة التانية ضربوه.
كان في ماتش الدرجة التانية اللي انا خدوا مني. انا مش بقول كلام كده وخلاص، انا بقول حقايق. وبعدين آه، الحاج هنا ابو ريده طبعا على هواء ان الزمالك ياخد الدوري، لانه زملكاوي مقصر. فيا ريت ننتبه. يعني انت لما تجيب حكام من العرب، هات حكم من السعوديه، حكم من الامارات، حكم من تركيا، من اي حته. وليه الثلاث ماتشات اللي جايين دول هيحسموا الدوري؟ ليه احنا ما نستعينش بحكام من العرب او حكام اجانب؟ ايه المشكله؟ مفيش اي مشكله. انا مش شايف لها مشكله خالص ان احنا نجيب حكام، لان الحكام اللي عندنا دول بيبقوا حكام ملاك، عايزين الزمالك ياخد الدوري باي طريقه. وانا وانت اهو، وهتتفرج يوم الثلاث على الفضايح. ياخر بيراميدز، ياخر الاهلي، يكسب الزمالك. ليه الماتش اللي قبل بتاع الزمالك ده، قبل بتاع الاهلي والزمالك ده، ما هو الاهلي محسوب له ضربة جزاء. ليه ما هيش ضربة جزاء خالص، ما هيش ضربة جزاء نهائي، ولا فارح ضربة جزاء حسبوها، اللي هو ماتش قصاد بيراميدز ده. وكسب الزمالك، كسب الظلم، وفي اخر دقايق من الشوط الثاني. طب حرام ده ولا حلال؟ ما يرضيش ربنا يا جدعان. ناس بتعرق وناس ما بتعرقش وبتكسب. يعني احنا لو جبنا حكم مصري امبارح كان الزمالك كسب. ايه رأيك؟ صدقني كان الزمالك كسب. ايه رأيك يا معلم؟ اللي انا بقول لك عليه يعني ايه، عايزك عايزك تاخد مني وما تديش لحد. واخد بالك؟ خد مني وما تقولش لحد. فرجك على حاجة حلوة كده، ايه تبسطكم يعني. والله يا جدعان، انا انا مبسوط من امبارح والله. ما علينا. الواد امام عاشور امبارح. اتفضل، اتفضل. اه. ايه رأيك يا عم الحاج؟ اه. شفت الواد حسين الشحات؟ شفت عامل ازاي؟ مبدع ازاي؟ حسين الشحات ده برنس. اتفرج يا عم. ايه رأيك؟ طيب قول لي انت. ايه رأيك يا معلم؟ اه، محمد شحاتة ده يقول لك ايه؟ عايز 50 مليون. ايه، شوف المهدي سليمان ما شاء الله عليه، منور الدنيا. اه، المهدي سليمان ده ولا يخش في ذمتي بثلاث تعريف. وهو اللي غلطان في الماتش كله، المهدي سليمان. ف... فانا بقول لك، ايه رأيكم بقى؟ والله جميلة صح؟ عجبتكم؟
هنعمل ايه طيب؟ ما احنا مبسوطين يا عم، احنا حرين يا. والله وعلي معلول جايب ولاده الثلاثه وعمالين لابسين فانلة الاهلي. والله علي معلول ده اه لعيب محترم واهلاوي صميم. علي معلول جايب لعيب العيال الصغيره اولاده ربنا يبارك فيهم يا رب. ها وعمالين الولاد يرقصوا ويقولوا يا ابو ثلاثه يا ابو ثلاثه. شايف اهو ده تونسي من تونس، وشوف عنده انتماء جامد للاهلي ازاي. الله اكبر عليه. علي معلول راجل محترم، والجمهور كله بيحب علي معلول. علوله. انا بقول لك يعني احنا عايزين نفكر في ماتشنا بس، ملناش دعوه بالماتشات التانية. نفكر في ماتشنا، ملناش في اي ماتش ملناش دعوه بماتشات تاني. لا، خلينا في الماتش اللي احنا هنلعبه مع انبي. اوعى انبي يتعادل معاك تاني، يبقى نهارك مش معدي على خير. اوعى. انا بقول لك اهو، اول ما تنزل دب 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 على طول نخلص. مش نطلع 0-0 الشوط الاولاني، لا. هو هيدافع، انت خرم في الدفاع ده وهات اول جون في الدقيقه 10 في الدقيقه 5 كده. تبطل تهبط الفرقه اللي قدام. غير كده كل عام وانت بخير. انا بكلمك جد، واخد بالك؟ لان لعيبه ما تفكرش في اتحاد كوره، ولا تفكر في ربط، ولا تفكر في غيره. تفكر في الكوره اللي في رجله، ما تفكرش في اي حاجه تاني. والواد امام عاشور ده هيروح المنتخب. مش كان واخد الواد اللي بيقول لك ناصر منسي هو الاسطوره؟ اسطوره ايه يا عم؟ ده انت ما لعبتش بثلاث تعريف. ده بيكهام وكوكا روقوك. الولاد المدافع الجديد ده أنا مش عارف اسمه ايه والله، لانه ما بيلعبش. هعرف اسمه ازاي؟ يعني الناس ابراهيم مصاب، ربنا يشفيه ويعافيه. واخد بقى ومنزل لي زيزو في اخر 5 دقايق المدرب. ده كلام ما ينفعش. زيزو كان عايز الماتش ده يلعبه عشان يثبت هو لعيب كبير. لكن انت بقى ما شاء الله عليك، المدرب ده يمشي يا جدعان، يمشي. وبعدين الاستاذ ياسين منصور راجل محترم وقامة عالية. والله قامة عالية. الراجل المحترم ده يمشيه. كابتن الخطيب مشوه يا عم، وهات مدرب مصري ابن النادي. وسيد عبد الحفيظ يبقى مدير الكورة. المديرين الكورة اللي انت جبتهم دول كلهم ما عملوش حاجة، وما عندهمش شخصية للعيبة. لكن سيد عبد الحفيظ شخصية قوية جدا جدا، وبيعرف يروض اللعيبة. بيعرف ده تمامه ايه وده تمامه ايه. ماشي. انا مش عايز اتكلم تاني، عايز لعب برجولة زي ما انا قلت لكم وحفزتكم قبل الماتش. انا بقول لكم اهو، يوم التلات اياك حد فيكم يعني يخذلني، وشوف انا هعمل ايه عشان ادعي لكم. انا دعوتي مستجابة الحمد لله. ادعي لكم، لكن لو خذلتوني مش هدعو ولا لعيب فيكم. فاهمين؟ اتمنى ان شاء الله ان انتوا تاخدوا الدوري، ونخلي كل واحد يخش الجحر بتاعه. اي حد بقى متحفز للاهلي يخش الجحر بتاعه.
اشمعنى الاهلي اللي بتتحفزوا له؟ اشمعنى؟ اللي يتكلم يقول لك ما هو عنده بطولات كتير. طب وايه يعني؟ ما هو جايبها بمجهوده وبعرقه. هو انت مشتريها له ومديها له؟ ناس ربنا كرمها عشان خاطر اللي بيعملوه. يعني ولد زي حسين الشحات ده مركون على الدكه بقاله قد ايه؟ مجرد ما نزل خرب الدنيا. ركنوا ليه؟ قعدوا ليه؟ وما ترجع قفشه يا عم. شوف عامل ايه مع الاسماعيلي. بيلعب في الاسماعيلي وبيلعب في المصري. اه شوف عامل ايه مع الاسماعيلي. قفشه. لا مع المصري. مع المصري. معذره. شوف عامل ايه. عامل شغل عالي. وجمهور بورسعيد كله بيحبه. من ايه؟ من رجليه الحلوه. رجعه يا عم. اقطع الاعاره بتاعته ورجعه. وفي ايه؟ ويقول لك ايه؟ ناصر منسي هو الاسطوره. اسطوره ايه يا عم؟ هو في اسطوره بعد محمود الخطيب؟ ايه يا جدعان؟ ما فيش اسطوره في مصر بعد محمود الخطيب خالص. خلصت الاساطير. ده كان هو بس محمود الخطيب الاسطوره. مفيش غيره. يعني اول اغنيه اتغنت للكابتن محمود الخطيب بيبو بيبو الله يا خطيب. وده يقول لك انا الاسطوره. ده اسطوره ايه يا عم؟ اسطوره ده عيل من الناشئين بتوع الاهلي احسن منك. اسطوره انت كنت تايه في الملعب. انت واسمه ايه ده؟ الونش. ونش ايه يا عم؟ تعالى ده انتوا كنتوا تايهين يابا في الملعب. ما هو انتوا بتيجوا قدام الاهلي وبتترعبوا. احنا عايزين رجاله الماتش الجاي يا جماعه. ماشي. وما تنسانوش بقى في اللايك والشير. وتصبحوا على خير ونوم سعيد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.